الفن نن مش عن. ما شاء الله يا هانيا رسمك ممتاز. بس بصي يا حبيبتي، لما تيجي ترسمي لازم في حاجه اسمها تداخل. بمعنى اما تيجي تعملي فلازم تدخلي الدبابه حواليها خلفيه، فالخلفيه هتظهرها اكتر. وكل ما تمسكي القلم بيبقى له زاويه كده 40 درجه كده. كل ما بترسمي ان الرسم ما فيهوش مسطره زرار. تعملي زل. برافو عليكي. ومش كل شويه تقلي ايدك في القلم عشان حاولي ما تمسحيش ياما. فكل ما هتيجي ترسمي هيبقى القلم كده، انت بتمسكي بتكتبي كده، لا لما تيجي ترسمي امسكي القلم كده. فالرسم ما شاء الله يا هانيا. تمام كملي ما شاء الله عليكي يا هانيا، الله اكبر. دي تالت حصه وانت ممتازه معايا. كل ما مرمر حبيبتي، ايه اخبار هانيا مع حضرتك؟ لا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ممتازه ما شاء الله عليها. طيب هي موهبتها في الرسم، يعني بتمنى من ربنا ان هي تستمر على كده يا رب. هي يعني طالعه انا موهوبه اكتشفت في الرسم زي باباها الحقيقه. لا ما شاء الله تبارك الله. المهم مس اميره حبيبتي، انا عامله كيكه احط لك. لا ميرسي يا حبيبتي، عامله دايت والله. ميرسي. احط لك كيكه. طب حاجه بسيطه. طيب ماشي. اجيب لك حته كيكه، عامله كيكه اهي وانا قاعده معاها ولا كاني حاسه بالدنيا واللي فيها انا. احط لك يا نانيا معايا؟ شكرا. طيب ماشي، هحط لك يا مس اميره. خلصتي الشاي؟ اعمل لك بقى مع الكيك، اعمل لك قهوه. ماشي يا حبيبتي، تسلمي ايديكي تسلمي ايديكي. قهوه، شاي، كيكه. ايه بيت ملوش اصحاب ده ولا ايه؟ مش بتبني ده ولا ايه؟ يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك وعلى مصاريفك، مش ملاحق. مش كفايه الدروس، عماله تضيف في الناس كمان. افتحي يا هند، افتحي خبط يا هند افتحي. ايه ده مين ده؟ مش مستنيه حد انا. اكيد مروه جايه. مروه؟ هي مروه جايه؟ ايه يا هند عامله ايه؟ الحمد لله ان مروه جت، يا رب تكون جابت لي الدواء اللي انا عايزاه. هانيا يا حبيبتي تقلي ايدك جوه المساحه نفسها، ما تطلعيش براه، جوه الحيز نفسه ما تطلعيش. تمام يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ميس؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا هنونه؟ الحمد لله. ازيك يا عمتي عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده درس ايه ده؟ ده رسم يا حبيبتي. رسم؟ انت مدرسه رسم؟ ان شاء الله. ان شاء الله يدينا يا اختي. ايه يا ماما؟ يا مروه جبتي لي الدواء؟ اهم حاجه جبتهولك يا دواء حبيبتي. الضغط جبتهولك. اللي انا قاعده يا اختي ضغطي هنا بيعلى. ليكي حق. مدرسين رسم. مش قادره اقول. بقول لك ايه ايه يا حبيبتي؟ جايبه مدرسين رسم. هي دي بتدي رسم؟ يا اختي بتدي رسم، يا اختي بتدي رسم. الضغط يا اختي جبته. كويس يا اختي انك جبتيه، ده انا قاعده هنا بشوف العجب. ضغطي بيعلى مش عندك قادره حاجه أقول. ضغطك بيعلى. بقول لك ايه ابنك بيدي دروس رسم. ايه الوكسه السوداء دي؟ يما انت قاعده هنا بتعملي ايه؟ بقول لك دي مدرسه رسم. النبي يا اختي انا قاعده مداريه بنفسي ولا عارفه حاجه في البيت ده. ده احنا ما كناش بناخد دروس. ده ولا انا ولا ابنك كنتش بتدينا دروس. بيدي دروس رسم خلاص. والماس راح فين؟ والهند والايطالي والفرنساوي هم دول يدوا فيه دروس. ده ناقص تديها دروس تدبير وخياطه. شفتي بقى ده ماما؟ كانت تدي تدبير وخياطه بقى. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ كويسه؟ بخير الحمد لله. ايه بقول لك ايه، كمان ما تجيبي مدرسين خط يعلموا الخط. خط ايه؟ خلاص يعني يا هند من كتر الفلوس يا هند مش لاقيه توديها فين، راح تجيبي مدرسين رسم لبنتك يا هند. مروه انا اعرف بيدوا للماس للساينس للانجليزي للعربي، اما جايبه مدرسه رسم. بنتي اللي افترى ده يا بنتي. هيا قدامكم دي عشان بعد حصه الرسم هو أنا عندنا حصه موسيقى. احنا عندنا حصه موسيقى سموحه. اوكي. يعني انا قاعده كاتمه انفاسي ومش عايزه اتكلم عشان البت تفهم، طلعت بتاخد رسم ايه يا اختي اللي بتاخد؟ يا ماما ارت، ايه المشكله؟ سلام. وبعد كده كمان نص ساعه يا دوبك اعمل لكم. وانا ابني ده بيلاقي الفلوس في الشارع كده هو وهو شكل ماشي. ابنك بيسرقها. لا مش بيسرقها، مش بيرميها في الشارع، حاجات موهبه بينميها. لا موهبه ايه حبيبتي؟ الموهبه دي بتبقى في الصيف بعد ما الدروس ما تخلص. انت خدتي في شبابك ولا في طفولتك دروس رسم؟ ليه يا اختي؟ ده جايه ترسمي علينا دلوقتي؟ بترسم علينا. هو انت كنت خدتي رسم وانت صغيره؟ ان شاء الله ان شاء الله بعد ما تخلص. ليه يا اختي في كليه فنون جميله؟ بعد ما تخلص الحصه خليها ترسمكم كده وانتم متعصبين، هتشوفوا رسمها هيعجبكم قوي. لا ما ترسمك انت وانت كياده. والله ما عارفه اقول. والنبي يا بنتي هتجيب لك الضغط زي ما جابتهولي. رسم ايه ده؟ من الصبح رايحه جايه عليها تقول لها اجيب لك شاي. صوتك عشان المدرسه، وطي صوتك. لا تتكلم براحتك يا حبيبتي. اتكلم براحتي بقى، ده طلع رسم. انا قاعده ساكته، انا بحسب انجليزي ولا حاجه مهمه ولا فرنساوي ولا حاجه من مش شرط. ايه ده؟ انجليزي يكون المواهب حلوه في الاخر رسم ايه اللي جايباه ده؟ عماله يا بنتي رايحه جايه عليها اجيب لك كيكه، اجيب لك شاي،
اجيب لك قهوه وانا قاعده ما جابتليش كوبايه ميه. ده مدرسه ماما انت قاعده رسم. عندي بقالك اسبوع ماما. كأن بصي كأن البيت مش بيت ابني يعني ايه ما تقعدي انت ولا حاجه. بيت ابنها حبيبتي وفي انتوا حاجه. عاملين الدنيا دي كلها ليه؟ بنت ابنك اللي ما عندوش غيرها بتاخد حاجات بتنمي موهبه، ايه مشكلتك؟ مواهبها ايه اللي لا مواهبها؟ كفايه كده، حرام عليك. لا كفايه رسم. بقول لك يا دي ميس، رفاهيات. ميس يا حبيبتي معلش يا ميس الكلام دوت دي والنبي رفاهيات. معلش يا ميس اميره، معلش يا حبيبتي الرسم ده احنا طول عمرنا نعرفه انه بيتاخد في الصيف، تنميه صيفيه، اما ما ينفعش يا حبيبتي في الايام دي عشان في راجل شقيان وبيدفع له. انت اصلا انت مالك؟ في راجل شقيان. يا ميس انت مالك؟ بعد اذنك يا مدام. انت مال لما تشعبط ودانك مال اخويا. انت مالك؟ تعالي يا مدام هند. في ايه؟ في حبيبتي ان في خير يا مدام هند؟ انا شايفه في مش عارفه في ايه يا حبيبتي. مال اخويا بيضيع في الرسم خلاص من قله الدروس. هو احنا بنعمل ايه؟ بنرميه في الشارع؟ بيترمى في الشارع، ده اسمه رمي في الشارع. مدام هند ان انا مش عارفه ادي درس كده وهتفهموا مع بعض وبعد كده ابقى اجي، بس الاستاذه ما اعرفش جايه تنفع. مع السلامه حبيبتي والقلب داعيلك. مش الطريقه دي برضه، ما ينفعش تكلميني كده. معلش يا ميس يا اختي، المدارس دي طول عمرها بتعمل نشاط صيفي تاخده في الصيف ببلاش من غير فلوس. لا هي عايزه تاخد فلوس وخلاص. هي دي طالعه. لا ازاي ما يصحش؟ هي مادتها دي ولا راتب ولا لها فلوس ولا لها حاجه. كنت تتكلمي مع ماما. هي لولا شايفاك انت مغفله كانت قالت لك في دروس رسم، وفي حد بياخد دروس رسم؟ انا مش عارفه هو في ايه برضه. معلش مش قادره اكمل، معلش انا اسفه برضه. معلش حقك عليا والله. انا اعرف كده بتشجيع. انا هجيبها لحضرتك، انا هجيبها لك في المركز او في البيت عندك. طب انت قولي لي كده ردي عليا قبل ما تمشي. قد ايه بياخدوا عندك دروس رسم كده؟ قولي لي كم حد بياخد عندك دروس رسم؟ كتير كتير. لازم تسوق لنفسها. ما هو بصي المهابيل كتير. يا حبيبتي ده فن. فن ده واللي فلوسهم ياما كتير. الفن في المسرح، في المسرح الفن نن مش عن ميكروفون بقى مغني. يلا يا بيئة في عينك. والله العظيم دول مش عيلتي دول. لا ما دي مش طريقه برضه. معلش استاذه مش ايه يا هند؟ هي حصلت تقولي لاخت جوزك بيئه؟ والله ما في بيئة غيرك. ما هي وجوزك متربيين في بيئه واحده، ما تحترمي نفسك. لا بس انا جوزي محترم لا مؤاخذه يعني. لا والله العظيم انا ابني ده لما يجي ابني بس واشوفه لو محترم ما يديش درس رسم. حصل خير ده اكيد انت بتدي له الدرس الرسم ده من وراه. حصل خير يا طنط معلش حصل خير. شر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وفي وقتك يا مروه، ده انا قاعده يا بنتي نايمه على وداني. درس رسم ايه؟ كمان الرسم ايه؟